اولادي بالثانويه العامه اللي جايبين من 65 ل 75، لو نزل لك معهد فني صحي في التنسيق اوعى تسيبه. يعني اسيب الفنون الجميله، واسيب التربيه والاداب والحقوق، ولو نزلت تجاره اسيبها وادخل فن صحي؟ سيبها وادخل فن صحي. فن صحي انت سنتين وهتتخرج تشتغل بتكليف ومرتبك مش قليل، وتشتغل بالساعة في المستشفيات الخاصة، وبلس كده ان انت كمان هتدرس سنتين كمان وتبقى هتاخد البكالوريوس علوم صحية. عايزة اقول لكم في منتهى الجمال، وبتبقى ضامن الوظيفة وضامن المرتب بعد ما تتخرج. في ناس بتستغرب جدا تقول لي طب انت لو هتقارني ما بين تمريض وصيدلة، بقول لك تمريض. صيدلة مع احترامي لكل الصيادلة حبايبنا الدكاترة، لكن هم في الاخر بيشتغلوا بياعين ادوية، ملهاش اتلغت التكليف، وفي نفس الوقت هم بيتمرمطوا جدا، عدد سنوات الكلية اعلى، بيتمرمطوا جدا في المذاكرة. في الاخر اسأل اي دكتور صيدلي وشوف التمريض عالي جدا وليه برستيجه جدا وونتد قوي في المستشفيات الخاصة، وبيشتغلوا بالساعة، ومستشفيات الحكومة، وبيبقى لو هي بنت بقى بتفيد بيتها وبتفيد اهلها وبتفيد عيالها.